يا جماعه انا عندي سؤال، هو كاس العالم اللي جاي الماتشات هتفضل تقف كده كتير؟ نفسي حد يجاوبني. اهلا بيكم في حواري العالم. تخيل فضلوا يتريقوا على قطر والجو فيها، طلعوا في الاخر هم اللي فيها. ماتشات كتيره جدا في كاس العالم للانديه وقفت، حوالي 6 ماتشات لحد دلوقتي، وده بسبب سوء الاحوال الجويه، وان امريكا اصلا كدوله مش مهيئه ان هي تنظم بطوله فيها كره قدم. وده مش كلامي، ده كلام انزو ماريسكا مدرب تشيلسي، لان فعلا ان فكره 6 ماتشات تقف لحد دلوقتي وتقف لوقت كبير ده فكره كارثيه. ماتش بالميراس ضد الاهلي وقف حوالي ساعه الا ربع تقريبا، بوكا جونيورز واوكلاند سيتي وقف، اولسن ضد سان داونز، باتشوكا ضد سالزبورج، بنفيكا ضد اوكلاند، واخيرا ماتش تشيلسي ضد بنفيكا. وبالمناسبه انا ماتش تشيلسي ضد بنفيكا ده اصلا نمت وما كملتوش، لان انا زهقت من فكره ان الماتش واقف كتير جدا، وما اعرفش فعلا في حد عمل زيي ولا لا، لان فعلا الموضوع مقرف جدا. وهنا ياخدني ويرجعنا لذكريات كاس العالم في قطر 2022، لما الدول الاوروبيه بدات تطلع كذا حجه ان الفيفا ما ينفعش انها تخلي قطر تنظم البطوله. ومن ضمن الحجج دي، بعيدا عن الحجج الفارغه اللي فعلا كانت بتتقال، ان الجو في قطر هيكون حر وموت، وازاي الفيفا هتلعبنا هناك بالطريقه دي. بس برغم كده قطر كانت مهيئه البطوله باحدث التقنيات، واحقاقا للحق برضو الفيفا قررت ان هي تنقل البطوله في شهر 12، وسبحان الله قطر نظمت احسن كاس عالم في التاريخ. وامريكا، تفتكروا بقى كاس العالم اللي جاي في امريكا هيبقى بنفس القرف اللي احنا شايفينه ده؟ انا بصراحه شايف ان هو ولو انت عايز تتابع معايا كاس العالم اعمل لايك وفولو عشان نتقابل تاني. انا احمد سينا، وناخدها.